السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين وبصحة وبخير. لو الفترة دي بتحاولي ان انت تفرزي حاجات لرمضان، تعالى اقولك على الوصفة دي سهلة جدا جدا. مش سمبوسك عادي، لا ده حاجة تانية خالص. وعايزة اقولك كمان ان هي بدون عجن، من الوصفات السهلة اللي انت اكيد هتعتمديها الفترة الجاية ان شاء الله. انا هنا بحاول ان انا اقدم لك اسهل الوصفات والذها واطعمها علشان في الاخر توصلي لنتيجة ممتازة زي اللي انت شايفاها دي. وانسي بقى بعد الفيديو ده ان انت ممكن تشتري عجينة السمبوسك تاني. ويلا بينا نبدأ الفيديو. ما تنسيش تشيري الفيديو لكل اصحابك وحبايبك عشان كل يستفاد بالوصفة الجديدة دي. يلا نبدأ ونصلي على الحبيب المصطفى سيد الخلق محمد عليه افضل الصلاة والسلام. تعالوا اولا نجهز الحشوات بتاعتنا. وعايزه اقولك ان انا مش هقتصر بس على موضوع الحشوات باللحمه المفرومه، لا هنعمل حشوه تاني ممكن تكون اقتصاديه. وعايزه اقول لكم ان كان طعمها اطعم بكتير من المفروم. بص، اول حاجه نجهز الوصفه بتاعتنا الاولانيه او الحشوه الاولانيه. انا ضفت هنا بصل مفروم وبعد كده ضفت عليه المفروم بتاعي او اللحمه المفرومه. هبتدي اديله تقليبه كده كل وقت والتاني لحد لما تبتدي تدخل في التسويه. هنزل عليه فلفل الوان زي ما انتم شايفين كده مكعبات صغيره، وهقلبه كل وقت والتاني علشان احتفظ بالعصارة بتاعته. وبعد كده هنزل عليه الملح وبعد كده الفلفل الاسود. وخلاص وكده خلصنا تعصيج اللحمة بتاعتنا. سهلة وبسيطة جدا، واهم حاجة ما ننشفهاش قوي عشان تبقى فيها العصارة، نحس بطعم اللحمة كده تبقى جميلة. وبلاش توابل كتيرة، التوابل الكتيرة بتغير من طعم اللحمة. ويلا بينا نبدأ بالحشوة التانية. الحشوة التانية دي عايزة أقولك من الحشوات اللي هي محببة لقلبي أو أنا بحبها جدا أكتر من المفروم كمان. بصوا كده ببتدي إن أنا أنزل معايا خضروات. أنا ضفت الأول في الطاسة قطعة من الزبدة وبعد كده أي نوع خضروات عندك. أنا ضفت كانت كوسة كده مقطعة مكعبات صغيرة جدا، فلفل ألوان، جزرة مبشورة، وخلاص لحد كده. بيتهيألي مفيش أسهل من كده خالص. عندك بسلة، ممكن بسلة أنا شوحتها على النار لحد لما ابتدت الخضروات معايا تدبل كده شويه. ضفت بقى الملح والفلفل الاسود، دي التوابل بتاعتي المعتاده. وبعد كده اضيف معايا شرايح الزيتون المخلل زي ما انتم شايفين كده، حبه صغيرين جدا. وبعد كده هضيف معاها جبنه موتزاريلا او ممكن تضيفي جبنه شيدر مبشور. مفيش اي مشكله، ده او ده والله بيبقى طعمها في منتهى الجمال وبتبقى حلوه جدا. يعني اللي موجود عندك ممكن انت تعمليه. فاثناء ما انا شغاله كده اقول لك على حشوات تانية ممكن انت تستبدليها كمان. الموضوع سهل وبسيط جدا والحشوات متاحه ليكي وزي ما تحبي. بص كده انا جبت معايا لفه كده من الجلاش، ودي بقى اللي حاجه اللي في منتهى الجمال. عايزه اقولك السمبوسك ده كان طعمه تحفه جدا جدا، وانت ذات نفسك لما تجربيها تحبيه اكتر. بص معايا كده، والخطوة دي مهمة جدا. أنا ببتدي إن أنا أفرد ورقة الجلاش بتاعتي كلهم يبقوا حجم واحد، لأن هي لما بتطبق أو باجي بفردها بيتغير طبعا الحجم، كل واحدة بتبقى بعيدة عن التانية. فببتدي إن أنا أظبطها بالشكل ده عشان كلها تطلع سوا واحد. بص بقى كده بالسكينة وهبدأ أظبط العرض السمبوسك بتاعتي اللي أنا عايزاه. لو أنت عايزاها حجمها متوسط خليها بالحجم ده، عايزاها حجمها يبقى أصغر خليها صغيرة شوية زي ما تحبي، بس أكبر من كده مش مستحب بصراحة. بصي ببتدي افصل مجموعة مجموعة، والتقطيعة دي سهلة جدا على فكرة. بحط كل واحدة انا شلتها او انا قطعتها بحطها على التانية وبقيس بيها لحد ما تطلع معايا الكمية بالشكل ده. دي كده لفة الجلاش بتاعتي. بصوا بقى هتديني مجموعة سمبوسك هايلة جدا. هجيب معايا حبة كده من السمنة او الزبدة والفرشة بتاعتي. اجهز الجلاش بتاعي. هناخد قد ايه او كام طبقة من الجلاش؟ هي طبقتين بس، يعني اتنين بس. تمام، هبدأ الأول أدهن السطح بتاعها بالزبدة أو السمنة، وهاخد حاجة بسيطة جدا من المفروم اللي احنا عملناه، وهبدأ أعمل تطبيقة السمبوسك المعتادة اللي كلنا حافظينها. بصوا بالشكل ده، أمشي بيها بس بالتساوي زي ما بعمل في ورقة السمبوسك عادي. نفس الخطوات هي. ألفها كلها بالشكل ده. طيب هنا هتقولي لي طب انت ليه بتضيفي زبدة في النص أو كده أو سمنة؟ هنا في المرحلة دي علشان تورقها وتخليها كريسبي كده من جوه، وده هتجربيه لما تعمليه. بصي هنا انا ببتدي اخد الطبقه اللي هي الاخيره او الاطراف بتاعتها وادخلها من جوه عشان ما تفكش معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام كده قفلنا قطعه السمبوسك بتاعتنا. هبدا بقى ان انا ارصها في طبق، وهاخد اللي بعدها برضو طبقتين من الجلاش، وهبدا ادهنها كده بالسمنه او الزبده وحبه المفروم واحطها عليها والفها بنفس اللفه اللي احنا قلنا عليها. بصوا بالطريقه دي. تمام، واطبقها من جوه واقفلها بالشكل ده. يبقى انا كده قفلت شكل السمبوسك بتاعتنا. شفتوا بقى ان الموضوع سهل جدا وبسيط واحلى بكتير جدا من ورق السمبوسك اللي احنا بنشتريه. ليه بقى؟ لان السمبوسك اللي احنا بنعملها او بنجيب العجينه جاهزه ونلفها بالشكل ده بتبقى تقيله جدا وفيها نسبه دهون عاليه قوي.
مجرد ما بتيجي ان انت تقليها او تحمريها بتلاقيها ان هي شربت معاكي زيت واتشربت بكميه رهيبه، تاكلي واحده ما تقدريش تكملي اكتر من كده. واثناء طبعا الصيام بتكون الموضوع تقيل قوي، او انت تحسي انك انت حاسه ان انت عامله حاجه تقيله. انما الافضل هي الطريقه دي. ورقه الجلاش بتبقى خفيفه جدا، وزي ما انتم شايفين كده انا عملت الكميه دي بالمفروم. ولسه هنكمل على فكرة بقية الحشوات، يعني مش هي دي بس لفة الجلاش بتاعتنا. بصوا هبتدي أكمل بقى الحشوة التانية اللي احنا قلنا عليها بالخضروات. هاخد الكمية دي زي ما قلنا ورقتين بس من الجلاش، وهضيف الزبدة دهنة الزبدة البسيطة دي، وبعد كده أضيف الخضروات بتاعتي اللي احنا عملناها، وأقفل ورقة الجلاش بتاعتي أو السمبوسك بالشكل ده. ودايما طول ما انتي عاملة الحجم بتاعها أو عرض كل واحدة زي التانية بيطلع الأحجام كلها متساوية وكلهم قد بعض. عايزة بقى إنِّك أنتِ تميّزيها عن بعضها أو تعرفي دي غير دي، لا إما تحطّي كل واحدة في طبق أثناء التخزين بتاعها أو التفريز، لا إما ممكن تصغّري واحدة فيهم نوع واحد عن التانية. فاهمينّي كده؟ أنا هنا عملت كده الخضروات، وابتديت إن أنا أخلّصها بالشكل الجميل ده، وما شاء الله بُصّوا الكمية اللهم بارك. ما شاء الله لفة جلاش واحدة وفّرت عليَّ وعملت لي الكمية دي. شوفي أنتِ بقى لمّا تشتري السمبوسك أو عجينة السمبوسك الجاهزة، شوفي بقى بتكلّفِك قد إيه. بصوا كده هجيب بقى عندي البقسماط اللي هو الشركات يعني المتبل، وهضيف عليه معلقة كبيرة من النشا بس. تمام. وده الغلاف اللي احنا هنضيفه على السمبوسك من بره. ليه بقى عايزين احنا نطعمها كده ونديها طعم حلو؟ هضيف هنا بيضة، وبعد كده هضيف حاجة بسيطة جدا من الحليب، وأضيف عليها الفلفل الأسود ورشة من الملح. وهاخد بقى السمبوسك أنزلها في الخليط ده البيض باللبن، وبعد كده أنزلها على البقسماط بتاعنا، وبعد كده أحطها في الطبق. وسهل جدا الموضوع وحلو جدا ولذيذ. أما بقى لو عايزة تعملي حشوات تانية مختلفة فأنتِ متاح ليكِ إن أنتِ ممكن تعملي قطع من البانيه وتقطعيها قطع صغيرة كده مع فلفل ألوان وتشوحيها، ودي تبقى الحشوة بتاعتِك. ولو متاح ليكِ إن أنتِ ممكن تضيفي كمان زيتون أو نوع من الجبن، يبقى أنتِ كده حطيتيها في حتة تانية خالص وطعمتيها بزيادة. لو عايزة بقى إنِّك أنتِ تعملي حشوة تانية برضه مختلفة، ممكن تعملي بالسوسيس، تقطعيه قطع صغيرة مع خضروات تشوحيها بقطعة زبدة كده، وتبقي عملتِ حشوة برضه مختلفة. كل الحشوات ليكِ متاحة. بس عايزة أقول لِك اللي بالخضروات دي جربيها هتعجبِك جدًا، جدًا. باحسّها إن هي مختلفة تمامًا وكمان بيبقى طعمها حلو أوي. جربيها وقولي لي إيه رأيِك. وعايزة أقول لِك السمبوسك ده جربيه على ضمانتي، هيعجبِك أوي، أوي، أوي. والأحلى والأطعم من كده إنِّك أنتِ بتعملي كمية كبيرة بدون تعب وبدون مجهود. وفرّزتها في أطباق وشيلتها في الفريزر وما شاء الله طالعة في منتهى الجمال. تعالوا طيب كده نجرب ونقلي منها حبة عشان نشوف كمان شكلها عامل إزاي. بسم الله ما شاء الله. بصوا ما بتاخدش وقت معايا خالص، بتبتدي ان هي تنتفخ معايا وتبقى كريسبي كده وهشه قوي. عايزه اقول لكم ان هي طلعت جميله جدا جدا. على ضمانتي جربوها هتعجبكم ان شاء الله، وانا عارفه ان انتوا بتثقوا في كل وصفاتي اللي انا بقدمها لكم. جربوها وان شاء الله هتنال اعجابكم باذن الله. احلى ما فيها اللون الجميل الذهبي الشهي اللي هو طالع بيها ده. ولو الفيديو عجبكم النهارده ما تنسونوش في لايك وكومنت تشجيع منكم عشان اقدر اكمل ان شاء الله. اتمنى من قلبي ان يكون الفيديو عجبكم. شكرا والسلام عليكم.